مختصر في قضية الموجة اللي راه خالقة في البلاد نتاع قضية سيداو، قضية أن الدولة الجزائرية حايدة التحفظات على ما يعرف بسيداو اللي عندها علاقة مع قانون الأسرة. من 79 الجزائر دايره تحفظات، قالت ودي هذه ممنوعه علينا، هذه ما تقبلهاش الجزائر، وهذه كاع ما تقبلهاش الجزائر لانها دوله مسلمه ودينها الاسلام، والماده الثانيه في الدستور ان الاسلام دين الدوله. باش ما يكثرش اللغط وحفاظا على البلاد، راها باديه صراعات حتى بين الاحزاب، وانا خممت بيني وبين روحي اللهم طريق رب العالمين ولا طريق واحده اخرى. وهذه باغي أدلي بدلوي، أنا ثاني مواطن وباغي نقول رأيي على وزير الشؤون الدينية. نعاود على وزير، راه كاين الحس، أنا أطلب من وزير الشؤون الدينية، أنت هو اللي سوا ديزون حتى عند الشعبي العام أنت تمثل الدين، ولا انت اللي حتى اصحاب الافتاء، هذه لجنه الافتاء ولا عندك علاقه معها؟ انت فهمنا واش هذا الشيء مليح ماهوش مليح، يخرج علينا ما يخرجش علينا، يسبب ضرر للبلاد، يكره الشعب، ولا الشعب راه غلط، رانا دايخين وراه الحق من اللي ماهوش حق. المهم ما نخرجوش على امور اللي تغضب رب العالمين. انت درك انت اللي تخبرنا باش تهدى على الروع، خاطرها باديه غير بشويه، القضيه راه في الخلافات باديه بشويه، يمكن ما كاش اللي راه عارف وين غاديه توصل. وبالتالي انا يبان لي باللي عندك دور كبير كوزير للشؤون الدينيه، معناه باللي الجانب الديني انت هو مولاه، وفي هرم السلطان انت مولاه، ومن بعد فوقك رئيس الجمهوريه برك. خبرنا واش حنا رانا عارفين هذا رفع التحفظات على سيداو مليحه ماهيش مليحه؟ اسكو حنا الشعبي رانا عارفين واش الدوله دارت، وعلى واش وافقت، على واش خلات، على اسكو وافقت عليهم كاع، واش هو علاقتها مع الدين السليم اللي نتاعنا؟ حنا مانا لا في الغلو ولا في المتشدده، حنا في الوسطيه، حنا نقولوا الوسطيه، ويقع على عاتقك باش ما تخليش الامور تتخلط. وانا ميزت مع روحي، قلت ودي انا ما نقعدش جبان ساكت، ما نخليش امور تتعلق بالدوله وانا مواطن نخليها ونسكت، كاع هذا الخوف كاع اللي يدير لي كيما هكذا. وبالتالي راني نقول لك مباشره، جي مدرس معنا خطاب مني كمواطن ليك، معالي وزير ولا السيد وزير الشؤون الدينيه، دير لقاء في الصحافه في التلفزيون الجزائر تاع الجزائر، وقول يا ودي واش هي النظره تاع الحكومه اللي رفعت فيها التحفظات، واش مليحه عندها علاقه مع الدين ما عندهاش مع الدين؟ احنا رانا قاعدين تايهين درك، ما تقولش باللي احنا اميين، ماناش اميين، احنا سبق لنا نواب اطارات، وانا ما هضرت معاك حتى راني شفت اطارات الدوله داخله بعضها، ماشي الا قالوا ودي بالك هذو ناس لا يفقهون في الدين شيئا ولا في النيفو تاعهم، ولا ما يسمح لهمش بانهم يناقشوا امور من هذا النوع. وبالتالي راني نهضر معاك، راه غير الحساب ديجا راه داخله بين حماس، بين راي حماس وبين الارندي مثلا خلاف، هذاك طرح وذاك طرح. اذا باش ما تكبرش الهوه ويمكن ندخلوا في صدام ولا ندخلوا في كلام قال راكم ضد رب العالمين، يا ودي ما دامها عاد قدام ولا تندار الجمر، اخرج قول لينا يا ودي ها الحلال وها الحرام وها اللي درناه باللي ما ديرونجو ما والو، عندها علاقه مع الدين ومع الوسطيه ومع النظره العالميه، ومع اللي ما كما تقولوا انتم ماناش عايشين وحدنا في غابه. وبالتالي يقع على عاتقك كما يقع على عاتقي كمواطن انني قلت رايي. انا درك ما قديش نفصل لا في الحلال ولا في الحرام، انا راني نقول حافظونا على علاقه عندها مع سيدي ربي، ولكن راني ما درك انا ما صدرتش فتوى، راني نقول خبرونا، لربما احنا ما راناش عارفين، لربما احزاب ماهيش عارفه، وبالتالي خبرونا الطريق حفاظا على واش، ما هو لا على كرسي ولا على زعامه، هو حفاظا على الوطن. سمعت يمكن كليمه تخلي دوار. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.